السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا الفيديو رقم 4 في حل تقييمات الأسبوعية لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في الصف الأول الثانوي. هنحل النهاردة الأسبوع رقم 4. الاختبار الأولاني رقم 1: ما المقصود بالخوارزمية؟ المقصود بالخوارزمية هي مجموعة خطوات مرتبة لحل مشكلة. من خصائص الخوارزمية صحيحة أنها واضحة ومحددة. أي مما يلي يعد مثالا للخوارزمية؟ خطوات إعداد كوب شاي. الخوارزمية تكتب عادة باستخدام خطوات لفظية أو رمزية. أول خطوة عند حل أي مشكلة باستخدام الخوارزميات هي فهم المشكلة. من شروط الخوارزمية الجيدة أن تكون لها بداية ونهاية. أي مما يلي لا يعد من فوائد الخوارزميات: زيادة أخطاء الحل. الخوارزمية يمكن تمثيلها باستخدام الخرائط الانسيابية. اختبار رقم 3: الترتيب الصحيح لخطوات الخوارزمية يجب أن يكون منطقي ومتسلسل. أي من التالي يستخدم لتمثيل الخوارزمية بشكل رسومي؟ خريطة انسيابية. الخوارزمية الجيدة يجب أن تعطي نفس النتيجة دائما لنفس المدخلات. قبل تحويل الخوارزمية إلى برنامج يجب اختبار الخوارزمية. يبقى ده كان معانا الأسبوع الرابع من تقييمات الأسبوعية لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي الصف الأول الثانوي. المقصود بالخوارزمية مجموعة خطوات مرتبة لحل مشكلة. خصائص الخوارزمية أنها واضحة ومحددة. أي مما يلي يعد مثالا للخوارزمية: خطوات إعداد كوب شاي. الخوارزمية تكتب عادة باستخدام خطوات لفظية أو رمزية. أول خطوة عند حل أي مشكلة باستخدام الخوارزميات هي فهم المشكلة. من شروط الخوارزمية الجيدة أن تكون لها بداية ونهاية. أي مما يلي لا يعد من فوائد الخوارزميات: زيادة أخطاء الحل. الخوارزمية يمكن تمثيلها باستخدام الخرائط الانسيابية. الترتيب الصحيح لخطوات الخوارزمية يجب أن يكون منطقي ومتسلسل. أي من التالي يستخدم لتمثيل الخوارزمية بشكل رسومي؟ خرائط انسيابية. الخوارزمية الجيدة يجب أن تعطي نفس النتيجة دائما لنفس المدخلات. قبل تحويل الخوارزمية إلى برنامج